ازيكم عامل ايه؟ ألف مبروك لكل طلاب الصف الثالث الثانوي. اتنقلنا لمرحلة الثانوي، وإن شاء الله ننتقل لمرحلة الجامعة. وبالنسبة للناس اللي جابت مجاميع قليلة أو مجاميع مش عاجباها ما تزعلش، دي مش نهاية الموضوع. بالعكس، ده في ناس بتخش كليات هي مش حباها وتتفوق فيها، تتعين دكاترة في الكلية ومعيدين في الكلية. فخدها دايما الثانوية مش مقياس. المقياس إنك اللي بعد الكلية أو في الكلية هتعمل إيه، إزاي إنك تقدر تدخل دخل ثابت ليك، ازاي انك تقدر تشتغل على نفسك، ازاي تقدر انك تتفوق. الكلام كله ده بيختلف. فرجاء من اولياء الامور ما تزعلوش، ما هياش نهايه العالم. ممكن يكون مجموع قليل، او مجموع هو قليل بالنسبه له، او هو مثلا مجموع هو شايفه مش حلو. فده شيء وارد جدا ان هو يحصل في اي بيت او اي ثانويه عامه. ولكن قدر الله ما شاء فعل. فعشان كده بنقول ما بلاش احباط، ممكن بعد كده يكون في حاجه احسن. طيب النهارده هنتكلم شويه عن حبه التنسيقات او المرجح انها تكون الفتره الجايه. عندنا اول حاجه نبقى عارفينها، كليات التكليف. يعني التكليف اتلغى من على كليات كتير، اتلغى من على اسنان وصيدله وطب بيطري وطب اسنان. يعني كل ده اتلغى من عليه. ايه اللي متاح في التكليف؟ تمريض، طب بشري بس، ومعهد فن صحي. التلاته دول بس اللي عليهم تكليف حاليا، الباقي كله اتشال عليه التكليف. تمام. طب تعال نخش كده بالأول على الشعبة الأدبية ونشوف إيه المتاح ليه. الشعبة الأدبية لو أنت جايب فوق ال 68 أو 67 فيما فوق، أنت هتلحق المرحلة الأولى بإذن الله. يعني هتلحق كليات المرحلة الأولى. طبعا كليات المرحلة الأولى بتختلف حسب المجموع. يعني اللي جايب 70% مش زي اللي جايب حاجة و80%. أنا أقصد مرحلة أولى إنك تخش مع أول دفعة، زي مثلا تجارة، حقوق، تربية رياضية، الكلام ده كله. طبعا زائد إن في عندك كليات عسكرية لو أنت حابب تقدم في كليات عسكرية. تمام. طب إيه يعني كده أدبي مرحلة أولى زي ما قلنا؟ إحنا عندنا 3 مراحل، أولى وتانية وتالتة. مرحلة أولى من فوق ال 68% فيما أزيد، ده على تنسيق السنة اللي فاتت وبالنسبة للمجاميع السنة دي. تمام. طب بالنسبة لعلم علوم، علم علوم السنة دي يعني مجاميعهم أقل شوية من علم الرياضة. بس يعني تقريبا كده إن علم علوم هيبدأ إن هو مثلا ياخد طب بشري من أول 92 فيما أعلى. يعني 92% فيما أعلى. بقية الأقسام الطبية هتكون طبعا أقل، بس مش أقل كتير. طيب تمريض وكده هتلاقي فوق ال 85% تلحق تمريض، او 75% تلحق تمريض، ومعهد فن الصحي في نفس الرينج ده كده. طيب بالنسبه للهندسه، المجاميع السنه دي بتاعت علم الرياضه عاليه جدا، فممكن هندسه توصل لحد 90% او مثلا 88%، 87% في الرينج ده عكس السنه اللي فاتت. وبرضك حاسبات ومعلومات تبقى في في نفس الرينج ده او اقل حاجات بسيطه. تمام كده. طبعا كليات العلمي والادبي، كليات العلمي او كليات العلم علوم او العلم رياضه، لو انت مش جايب مجموع عالي تقدر انك تجيب مجموع، تقدر انك تجيب مجموع كليه الادبي. يعني مثلا ممكن تخش اقتصاد، ألسن، اعلام، تربيه. الحاجات دي كلها كليات جميله، كليات قمه. ما تزعلش، الكليات دي طبعا بتطلع اجيال كتير. الكليات دي في ناس كتير بتعين فيها معيدين ودكاتره في الجامعه. فما تيأس، وكده كده التنسيق كله منه هينزل، وهبقى انزل لكم التنسيق الجديد اول ما ينزل باذن الله.